بلا فلو وكتحضر بسرعه، غادي تنفعكم بزاف وتغنيكم هكا على باقي التحليات في رمضان. عندي هنا نصف لتر ديال الحليب اي نوع ديال الحليب اللي بغيتو، ولا بغيتو تضاعفوا الكميه غادي ديروا هكا لتر ديال الحليب وغادي تضاعفوا المكونات. صافي عندي هنا كذلك التمر، اي نوع ديال التمر بغيتو، غادي نحيد لها العلفه وغادي نستعمل 7 ديال الحبات ديال التمر. الا بغيتو ممكن تستعملوا حتى 5، يعني كتجيب الحلاوه هي هذيك 7 ديال التمرات وكتعطيها واحد المذاق رائع بزاف. كتجي بحال اللي هكا مخدومه بالكراميل، ولا كتجي بحال فيها واحد المذاق ديال سيريلاك مع الكراميل. جربوها غادي يعجبكم المذاق ديالها بزاف، وغادي تعجب حتى الوليدات، وهي في نفس الوقت ما فيهاش السكر وما فيهاش الفلو، صحيه 100%. صافي كنجيبو داك نصف لتر ديال الحليب غادي نديرو هكا في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف له دوك الحبات ديال التمر اللي قطعت، وصافي غادي نطحنهم مزيان. التمر يعني ما كنحتاجوش اننا نفوروه ولا نسلقوه، كنخدموه مباشره، كنطحنوه مع الحليب، غير نقطعوه هكا شويه وكنطحنوه، راه كيتطحن بسرعه. ها هو القوام ديالو كما كتشوفوا، راه كيجي اصلا خاتر. غادي نخويه في واحد الاناء باش نضيف له باقي المكونات. وهنا غادي نضيف له 3 المعالق ديال النشا ولا مايزينا، ولا ما بغيتوش تستعملوا النشا بغيتو تعوضوه بشي حاجه ممكن تعوضوه هكا بالدقيق الابيض العادي. صافي عندي هنا 3 المعالق ديال النشا ولا مايزينا، غادي نحركهم مزيان وهما باردين، وكنحاول هكا نحرك حتى في القاع باش ما كيكونوش لاصقين. وصافي غادي نخويهم هكا في شي كاسرول وغادي نديرهم فوق النار. هاد التحليه بسيطه ولكن المذاق ديالها كيجي هائل بزاف. صافي غادي نديرهم فوق النار اللي تكون هكا متوسطه مع التحراك، هكا نحركو مره مره غير باش ما يلصقناش هكا في الجوانب وفي القاع داك النشا. ودوك الحبات اللي بقاو هكا، دوك الفتات ديال التمر اللي بقى حتى هو خويناه باش كيعطي هكا في التحليه دوك الحبيبات كيجي زوين. وعندي هنا واحد الحبه ديال الياغورت، انا استعملت ديال الموز، كتستعملوا هكا ديال الموز كيتواتم بزاف مع هاد التحليه ديال التمر، ممكن تستعملوا اللي بغيتو، غير هو ديال الموز كيعطي واحد المذاق مميز مع هاد الخليط ديال التمر. صافي ملي كنحيدوا الكاسرول مباشره فوق النار فاش كنشوفوا تختر داك الخليط وبدا يدير دوك الفقاعات، راه كنحيدوه كيكون واجد من كيدير دوك الفقاعات. صافي هنا زدت له داك الحبه ديال الياغورت هو سخون، غادي نخلط مزيان حتى كنشوفها دخلت مزيان مع باقي المكونات. صافي وهي هكاك باقيه سخونه كنكون موجده الكؤوس اللي غادي ندخل للثلاجه، بغيتو هكا ديروهم صغار ولا ديروهم هكا كبار. وصافي غادي نخوي فيهم الخليط هكا مباشره، كيجي الخليط ديال هكا كريمي. وهنا غير غادي نجيب هكا ورق عفوا نجيب البلاستيك الغذائي وغادي غادي نغطيهم وندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا على خاطرهم. ولا كنتو زربانين غادي تغطيوهم بالبلاستيك الغذائي وديروهم هكا في المجمد باش بسرعه كيبردوا. وبالنسبه لهاد التحليه يعني غير ملي كتشوفوا القوام هكا بدا كيتختر دوك الفقاعات تحيدوه من فوق النار، يعني ما تخليوش بزاف باش كيجي القوام كريمي ديال هاد التحليه. صافي هنا غادي ندخلهم للثلاجه ونخليهم حتى يبردوا على خاطرهم، ولا كنتو زربانين كما قلت لكم ديروهم في المجمد باش كيوجدوا هكا بسرعه. غادي نحلهم معكم تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها.
منين قلت لكم كطحنوا داك الحليب مع التمر كيبقاو فيه هكا دوك الحبيبات الصغار ديال التمر، خليوهم هكا حتى هما خويوهم في الخليط كما كتشوفوا كيجيو هكا كتزيين في ديك التحليه. وهنا بغيتو تخليوهم هكاك كيجيو زوينين، ولا ممكن حتى تزينوهم هكا بالصلصه ديال الكراميل، ولا هكا بالفواكه المجففه، ولا اي حاجه بغيتوها، ولا ممكن تخليهم غير هكا كيجي الشكل ديالهم زوين. كيبقى تزيين اختياري على حسب اللي بغيتو. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله غادي تعجبكم. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي عاقد وفي نفس الوقت كيجي كريمي. ان شاء الله نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.